صابلي الكيلة الوصفة اللي راهي دايرة حالة على مواقع التواصل الاجتماعي، جبتها لكم بمقادير مضبوطة، ما يتقلص ما يتكمش، يقعد على حاله ويقطع كمية ما شاء الله. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل بخير. والفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل مهنيين وفرحانين. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا راح تكون صابلي الكيلة، الوصفة اللي راهي دايرة حالة، يعني الوصفة تاع زمان تاع امهاتنا. رجعوا درك يديروها بقوة. صابلي الكيلة يقطع كمية ما شاء الله، وكما راكم تشوفوا الكعبة ما تتكمش ما تتقلص، تقعد على حالها. هاي ليكم يعني وصفة ناجحة مليار في المية. قبل ما تروحوا تشوفوا لا فيديو حبيبة قلبي، ما تبخلوش عليا بهذيك الجيم في الفيديو فضلا وليس امرا. واذا كنتي حبيبتي راكي تشاهدي في قناتي لاول مرة، نقولك ما تنسيش ديري ابوني ولا ديري اشتراك في القناة وفعلي هذاك الكلوش تاع الجرس ضروري هكا باش يوصلك كل جديد. كل ما نهبط وصفة يوصلك الاشعار. بلا ما نطول عليكم نروحوا مباشرة نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه حبيباتي عندي هنايا علبه تاع زبده. انا راح ندير لابيل، بزاف يبعثوا لي في التعليقات يا ام اياد واش من زبده استعملتيها في الكاطو السابق اللي كنت شاركته معاكم تاع نوات كوكو. نقول لكم حبيباتي انا يعني دائما نحب نخدم بلابيل ماهوش اشهار، يعني تعجبني سورتو في الحلويات. هنا درت كيله تاع زبده، لازم تكون بدرجه حراره المطبخ. وعندي كيله تاع سكر كلاصي. السكر كلاصي يكون ناقص اسبوع، يعني ما نديروش نفس الكيله تاع الزبده ولا علبه معمره، تكون علبه ناقص اسبوع تاع السكر كلاصي، يعني هذاك الخط يجي ناقص منها اسبوع. هنايا حاولوا تغربلوا السكر كلاصي تاعكم، يعني نواشف كامل لازم عليكم تغربلوهم. كيما راكم تشوفوا غربلت هنا كيله تاع سكر كلاصي مع كيله تاع زبده. راح نضيف هنايا ملعقه صغيره تاع لافاني بودر ولا ليكيد اللي عندك. انا درت هنايا بودر. حاولوا تغربلوها. واكيد بلا ما ننساو الرشه تاع الملح ضروريه. هنايا راح نخلط بالباتير كما تقدروا تخلطوا بيديكم، يعني لكم الاختيار. نخلطوا مليح السكر. قلت لكم حبيباتي نخلطوا مليح السكر والزبده مع لافاني والملح حتى يندمجوا المكونات وتدخل يدخل السكر في الزبده كما شفتوا حتى نتحصلوا على هذا القوام. في الخطوه هذه واش راح ندير؟ راح نضيفوا البيض هنايا درت 2 بيضات كاملين، لازم يكونوا بدرجه حراره المطبخ، ولازم عليا نضيفوا هذيك صفار تاع البيضه هكا باش نتحصلوا على هذيك الهشاشه تاع اللي يجي في الصابلي، يجينا صابلي هشيش يذوب في الفم. 2 بيضات كاملين وصفار بيضه. نكمل نخلط بالباتير كما راكم تشوفوا، وكما تقدروا قلت لكم ديروا بالفوي ولا بيديكم لكم الاختيار. هنايا في الخطوه هذه راح نضيفوا نشا، يعني نفس الكيله اللي كيلت بها الزبده، يعني الكيله تاع الزبده هي الكيله تاع السكر، راح نكيلو بها نشا. نديرو كيله معمره تاع نشا. هاي ليكم يا البنات كيله معمره تاع نشا، يعني وين خط هذاك حاولوا هنايا تغربلوها فوالا. ونكملوا نخلطوا مليح نشا مع البيض والزبده السكر كلاصي فوالا حتى يعني كل شيء يدخل في بعضه. هنايا بعد ما خلطت كامل المكونات، شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. في الخطوه هذه راح نحي الباتير وراح نضيف الفارينه ونستعمل يدي. درت هنايا الكيله الاولى تاع الفارينه نفس الكيله تاع السكر والنشا والزبده، غربلتها. لازم عليكم تغربلوا الفارينه تاعكم كيما راكم تشوفوا. وراح نضيف معاها نصف ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، خميره الكاطو ما تكثروش هكا باش يقعد الصابلي تاعكم حافظ على الشكل تاعو وما يفزتش. هنايا نلموا العجين تاعنا، لموها فقط يا البنات. العجينه عمركم ما تعجنوها، يعني جست لموها بيديكم وما تشيحوهاش مليح مليح. خليو العجينه شويه طريه هكا باش يجيكم الكاطو تاعكم هشيش ويذوب في الفم. اذا شيحتوا العجين تاعكم ودرتوها متماسكه وحاكمه روحها اكيد راح يجيكم الصابلي يابس. حاولوا تخليوه شويه طري. هذه الكيله الثانيه، يعني عطيتكم المقادير مام تاع الفارينه هكا باش اي وحده دير هذا الصابلي تنجح فيه. دات لي 3 كيسان عفوا 3 كيلات، والكيله الثالثه ناقصه منها مغرف، يعني دات لي 3 كيلات تاع فارينه. الكيله الثالثه قعدت منها مغرف. هنايا الكيله الثالثه راني نضيف فيها بالتدريج هكا باش ما تغلبنيش يدي. وشوفوا القوام اللي تحصلت عليه، العجينه تكون طريه. هاي ليكم هكا باش شوفوا كيف راهي طريه بزاف بزاف هكا باش الصابلي تاعنا يجينا هشيش عفوا ويجينا يذوب في الفم. هنايا راح نلم العجين تاعي ونبداو نخدموا فيها مباشره، يعني ما نخليوهاش تريح. هنا كيما شفتوا راني نعتلكم قعدت ملعقه تاع فارينه من الكيله الثالثه. جبت هنايا بلاستيك هكا باش يساعدني في الخدمه، حطيت واحد لتحت نحطوا كميه من العجين ونحطوا بلاستيك فوق منها ونحلوا بالحلال هكا باش تجينا الخدمه تاعنا متقونه وما يفزوش الحبات تاع الصابلي.
حلو هنايا العجين تاعنا، حاولوا يعني ما تخشنوهاش بزاف بزاف، وثاني ما ترقوهاش بزاف. اذا رققتوها من بعد راح يتكسر معاكم الصابلي ويجيكم يعني الحبه تجيكم صغيره بزاف ورقيقه، واذا خشنتوها ثاني بزاف راح تجيكم الحبه خشينه بزاف وكبيره تديلكم الحشو بزاف، وكذلك الكلاصاج راح يديلكم كميه كبيره. هنايا درتها متوسطه، ماهيش خشينه بزاف وماهيش رقيقه بزاف. نحلوها، راح نعدلكم السمك اللي حليت به العجين تاعي يعني كي نطبع. هنايا اطبعوا باي طابع يكون عندكم، يعني تحاولوا تخلطوا هكا باش ديروا عدة أنواع تاع صابلي. برك يعني نغيروا في الشكل. هنا درت هذا على شكل أوفال كما راكم تشوفوا، طبعت به. شوفوا اللي راني نعطيلكم يعني في الحجم تاع في السمك عفوا تاع الحبة تاع الصابلي تاعنا. هاي ليكم نطبعوهم كامل بهذه الطريقة. يعني أنا درت كمية من هذا اللي على شكل أوفال، ودرت ثاني اللي على قلب وعلى شكل وردة. يعني حاولت نغير هكا. من بعد ثاني في التزيين أكيد راح نغير في الحشو، نغيروا في الكلاصاج هكا باش نتحصلوا على 3 أنواع تاع صابلي بعجينة واحدة برك. نغيروا في الكلاصاج وفي الحشو. هاي ليكم هنايا الكمية الأولى راح نطيبوها. نجيو هنايا نزيدو نطبعوا الكمية تاع العجين الثانية كما شفتوا. نحاولوا نغيروا غير قلت لكم في الشكل تاع الصابلي تاعنا، نحلوها رقيق. هاي ليكم. وحاولوا قلت لكم تستعينوا بهذاك البلاستيك هكا باش تجيكم الخدمه متقونه وتجيكم الحبه تاع الصابلي كامل كي بعضاه. ونطبعوا على شكل ورده كما شفتوا. فوالا. شوفوا هنايا السمك راني نعتلكم في السمك، يعني ما تخشنوش الحبه تاعكم بزاف، وثاني ما ترقوهاش بزاف. نكمل هنايا نحل هذه الكميه تاع العجين اللي قعدت لي الاخرى راح نديرها على شكل قلب. نحط هذه الطيب كما شفتوا، نستفوهم كامل في البلا ونحطوهم يطيبوا. صدقوني يا البنات هذا الصابلي يقعد على حاله، ما يتكمش، ما تفزد الحبه، ما تصغر، ما والو، يعني تقعد على حالها. هنايا راح نطبع هذا العجينه الاخرى على شكل قلب. هاي ليكم. بعد ما نكمل هنايا كيفاه نطيبوه، نشعلوا الفرن من التحت، نحطوا البلا تاعنا ما نخليوهش يطول بزاف، شويه نطفي من التحت ونشعلوا من الفوق جيست يعني يصفر ولا ينشف برك، ونحيو ما تخليوهش يطول بزاف. فوالا البنات هاوليكم هنايا الصابلي تاعنا كيفاه طاب ما شاء الله. شوفوا لي الحبه كيفاه قاعدت على حالها، الحبه قد الحبه، يعني ما كانش حبه صغر من حبه، يجي كامل كيف كيف، ما يتقلص ما يتكمش. قلت لكم الوصفه راهي ناجحه مليار في المية. شوفوا يا البنات طيبوه برك شويه اصفر، ما تحاولوا ما تحمروش يعني مليح. انا كاين حبات حماروا لي من الداخل ومن الفوق طابوا كامل كيف كيف على لون واحد، طابوا شغل في الصفوريه. وصفه ناجحه مليار في المية. جربوها حبيباتي على ضمانتي. ان شاء الله الفيديو الجاي راح نزين معاكم ولا راح نديكوري معاكم هذا الصابلي، ندير لكم 3 حشوات مختلفين في هذا الصابلي و3 كلاصاج يعني مختلف تماما هكا باش نتحصلوا على 3 انواع تاع الصابلي بعجينه واحده. وصلنا لنهايه الفيديو حبيباتي، ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نال اعجابكم. اذا عجبتكم ما تبخلونيش بهذيك الجام حبيباتي، ربي يفرحكم ويسعدكم ان شاء الله. واذا كنتي راكي تفرجي قناتي لاول مره نقولك اشتركي وفعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد. معليا غير نقولكم تبقاو على خير، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. راح نقص معكم هنا يا حبيبه تاع الصابلي، تشوفوا كيفاه يجي هشيش يذوب في الفم، يعني الحبه تتفتت وحدها. معليا غير نقولكم صحه فطوركم، سلام.